السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسلامة. النهاردة اول يوم سحور ان شاء الله، واول تراويح. امبارح طبعا نزلت جبت المشتريات. تابعوا الفيديو معايا وقولوا لي رأيكم في التعليقات. بصوا، انا دايما بعمل بلاستيكة كده، بنحط خلطة كده على بعضها، سوداني على زبيب على جوز الهند. ده سوداني مجروش. فضي سيب بس شويه عشان في طبق تاني. دي بتبقى خلطه، دي بالنسبه لي خلطه بتبقى جاهزه دايما للجلاش، للكنافه، للقطايف، لاي حاجه بطلع منها بالمعلقه كده واحط على طول، تبقى جاهزه معايا، تفضل معايا. ولو اتبقى منها حاجه بحطها في الفريزر عادي، بتبقى زي ما هي يعني. حبيت بقى افضي المخلل. طبعا دي المشتريات بتاع الفيديو اللي انا صورته امبارح انا وجوزي، هينزل لكم قبل ده ان شاء الله. جبت مخلل، فضيته في البرطمان عشان ما يفضلش في الكياس كده، فضيته كله في البرطمانات. يعني ده مخلل مشكل ومخلل ليمون، حطيتهم على بعض. انما ده مخلل زيتون بحطه لوحده، عشان بس جوزي بيحب الزيتون لوحده، يعني ما بيحبوش في وسط المشكل والحاجات دي. ما كترتش منه عشان هو اللي بيحبه، يعني انا بحب المشكل والليمون. جبت طبعا توابل، انا وريتكم المشتريات دي كلها امبارح، بس قلت بقى ايه، انظم بقى البيت وكده عشان الدنيا اتدربكت فوق بعضها بسبب المشتريات، وكنا قاعدين في الصاله وبوريكم الحاجات اللي احنا جبناها يعني. قولوا لي رايكم في الفيديو اللي احنا نزلناه، كان فيديو دمه خفيف. بص، كنت جايبه فلفل ناعم، حاجات فتح الله جميله احلى من العطار، بيبقى فيها كمان بركه كده. وجبت كركم، كركم علشان الرز بقى الاصفر والكلام ده. وجبت كمان ينسون، ينسون بتاعهم جميل قوي، بصوا حلو. وجبت ايه تاني؟ جبت حبهان، جبت حبهان. بصوا العلبة اللي انا بحط فيها دي، بصوا فيها مبشرة صغيرة وجوزة الطيب والحبهان. انا بحب البرطمان ده عشان كل حاجة فيه كده، المنكهات بتاعة اللحمة والفراخ يعني. فضيت كده الحبهان. وده ورق اللورا بقى، ما لقيتش البرطمان بتاعه الكبير، فحطيته في البرطمان ده. بتك عليه كده عشان هو اصلا بيبقى هايش كده، فاهمين؟ اللي هو بضغطه كده زي انا ما انا مضغوطه. كل سنة وانتوا طيبين، وخلاص يعني كلها ساعات وتبدأ تراويح اول يوم ان شاء الله. كل سنة وانتوا بألف خير. ديت قرفة ناعمة، انا كنت عايزاها عيدان بس للأسف يعني سهى عليا ان انا اقوله. ودي الحلبة ما فضيتهاش لان انا بالاول بنقيها وبغسلها. انتوا اكيد كلكم ستات شاطرين يعني وعارفين، الحلبة ما بتتحطش على طول، لازم تتنقى الاول من اي حاجة، وبعد كده بغسلها وانشفها واعبيها. وده الكركديه مش هعبيه بقى، هسيبه زي ما هو عشان ده كتير ما شاء الله. ودي بهارات السمك، بتنقل السمك في حتة تانية البهارات دي. وهفضي لسان العصفور، انا ما جبتش كتير لان ده ما شاء الله بيكفي معايا. بصوا الجردل ده عندي كان بتاع بوهية كده بس نضيف، يعني انا غسلاه، فبفضي فيه الرز بدل ما يفضل في الكيسة بتاعته كده، لان ما شاء الله الكيسة دي 5 كيلو، بدل ما يفضل فيها واخد منها وتتبل وكلام من ده، بفضيها هنا. وفضيت الكيسة التانية كمان، بس كده ال10 كيلو يبقوا في علبة واحدة كده، احسن لي ما كل شوية اخد من كيسة يعني. وهنا بنتي حطت لي المكرونة والزيت، قلنا برضو نرصهم عشان الصلاة ايه تفضى من الكركبة اللي فيها كده، ونظبط الدنيا بقى. بصوا هنا الزيت والمكرونة، وهنا السكر والرز. نفضي كمان بالمرة البيض في العلبة بتاعتها، العلبة دي انا كنت شاريها رمضان اللي فات، حلوة قوي العلبة دي. بصوا شفتوا الحركات والتكات، حاجة بتتحط لوحدها. ده ادم بيساعدني في التظبيط يعني بيحب يظبط المظابيط. بصوا علبة البيض دي جميلة قوي، بصوا بوريكم بتتشال من هنا كده. وده الفول على النار، وكل سنة وانتوا طيبين، مع السلامة.